يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل السمك البوري بطريقه سهله جدا. يمكن دي تكون اسهل طريقه للسمك البوري. في ناس بتشويه وفي ناس بتقليه وفي ناس بتعمله سنجاري وبتعمل طواجن. دي اسهل طريقه اللي انا هعملها النهارده، تعتبر اسهل طريقه. وممكن بعد ما تعملي الطريقه اللي انا هعملها دي ممكن ايه، آه ترجعي تعمليه في طواجن، يعني ينفع برضه. الاول انا بغسله، طبعا كنت غسلاه، ده متجمد شويه لسه لان انا كنت جايباه من يومين 3 تقريبا، وكنت غسلاه ومتجمد في الفريزر. يعني ساعتها غسلته ونضفته تنظيفة حلوة جدا، وزي ما هو كده سليم شلته في الفريزر لان ما كنتش عايزة اعمله في اليوم ده. خلاص كده انا تخرجته مخرجاه من بدري، وبس لسه مفكش كويس. وهو ده الصح لما تكونوا عايزين تقطعوه كده قطع صغيرة، تخليه وهو متجمد شوية، يعني مش لازم تسيبيه لما يفك خالص. هقطعه بقى كده زي ما انتم شايفين، قطع صغيرة، لان هو دي سمكية كبيرة مش صغيرة، فما اتقطعتش انا مش هضمن ان هي استوت من جوه ولا لا، فلازم اقطعها حتت صغيرة، طرنشات كده، ايه طرنشات، بس طرنشات عريضة شوية، او زي ما انتم شايفين بصوا تخينة. ان السمكية دي الواحدة تقريبا كان وزن الواحدة حوالي كيلو الا ربع، فده سمك بوري كبير. البوري ده اللي هو بيتعمل فسيخ يا جماعة، بس مين هيعمل فسيخ في الحر ده؟ يعني ده كويس ان احنا هنعمل سمك مقلي. لما بتكون واحدة كده مضايقاني مش عارفة اقطعها بالسكينة كويس، كنت بخبط عليها كده بايد الهون، عشان اكسر العضمية من جوه، لان هو زي ما قلت لكم كان متجمد كمان شوية، يعني مش بس تخينة السمكية وكمان متجمد. بس لحمته من جوه بيضة ازاي، مغسول غسلة يعني، يعني غسلة تمام. خلاص كده انا قطعتهم كلهم طرنشات، دول كانوا 4 سمكات، وهاخدهم برضو ايه هغسلهم تاني، رغم ان انا غسله كويس جدا، بس ايه لازم هغسله تاني. على فكرة السمك البوري من الاسماك اللي هي مفيهاش زفارة، سمكة جميلة جدا، سمك يعتبر سمك بلدي ومفهوش اي زفارة. اغسلهم غسلة كويسة جدا، يعني انا كنت بفصل الكاميرا وبفتحها تاني يعني بوريكم لقطات، انما انا غسلته غسلة يعني مفيش بعد كده تاني. بصوا لدرجة ان بقى لونه ابيض اهو، هو اصلا اللحم بتاعه لونه وردي كده شوية. دي التتبيلة معايا: كمون وملح وكزبرة ناشفة وهريسة شطة وعصير ليمون وقطعة توم كبيرة، دي هريسة شطة اختياري، وقطعة توم كبيرة حوالي معلقتين توم كبار، وتعصري بقى ليمون زي ما انت عايزة، 3 4 5 زي ما انت عايزة. الليمون بيديله طعم حلو جدا وهو ني، وبعد السوا كمان وانتوا بتاكلوا برضه اعصروا عليه ليمون بيكون طعمه حلو. انا فضيت التوابل بتاعتي والثوم والليمون وكله وقلبتهم تقليبه حلوه في نفس الطبق اللي انا ايه هحيق فيه السمك. لميت التتبيله اهي في طبق صغير تاني عشان افضي بس الطبق، وفي نفس الطبق اللي انا فضيته هحط فيه السمك الاول، وهنزل بقى بكميه التتبيله اللي معايا عليه، وقلبي بقى ايه تقليب حلو جدا، يعني مده حلوه. اهو هنزل بقى بكمية السمك اللي احنا قطعناه طرنشات، وهنزل بقى بالتتبيلة بتاعتنا اللي احنا حضرناها، وهفضل اقلب فيهم بقى مدة حلوة كده، يعني مش تقليبة والتانية وخلاص، لا ونحشي بقى من جوه ومن بره، ونقلب بقى وتقلبي فيه بالطبق كده كأنك بتقلبي شوية بطاطس متحمرة، يعني تفضلي تقلبي وتاخدي راحتك في التقليب خالص. سيبته حوالي ساعة ساعة ونص كده، وبعد كده ابتديت احمر فيه. ممكن تسيبيه في التلاجة ساعتين 3 زي ما انت عايزة. هنبتدي بقى نقليهم. انا بعفر في دقيق بس، مش دقيق ونشا ولا اي حاجه، يعني طول عمرنا بنقلي السمك بدقيق وبس. اهو بص من جوه فيه التتبيله قاعده، وعلى فكره لازم تنفضيه من التتبيله بتاعته قبل ما تحطيه في الدقيق، لان التوم لما بينزل في الزيت بيحرقه وبيعمل ريحه مش كويسه. فيفضل انك انت كل قطعه سمك تمسكيها تنفضي من عليها التوم، والثوم هو اهم حاجه، التوم اللي عليها تنزلي التوم من عليها كده وتنفضيها،
وتحطيها في الدقيق، وهي كده ايه ما فيهاش اي حاجه، عشان لما بينزل التوم في الزيت بيحمر، وبعد شويه تلاقيه لونه اسود وبيعمل ريحه مش حلوه. فانا بنفضه بالحته، وتعفري في دقيق وتقلي على طول. طبعا ده سمكه تخينه، فتصبري بقى عليها لحد ما تحسي ان هي استوت. انا الطاسه بتاعتي عشان كبيره فبحط كتير، يعني حاطين رغم ان هي قطعه كبيره فالمفروض ما تكتريش، يعني دول 5 قطع. الرصه اللي بعد كده كنت حاطه اكتر من كده. هنا انا حطيت 5 بس عشان كان لسه الزيت مسخنش قوي، بس الرصة اللي بعد كده كان الزيت سخن، فكنت بحط 5 حتت 6 اكتر، يعني حط زي ما انت عايزة. ليه؟ لان انا حاطين على العين الكبيرة والنار عالية، فهيستوي، وعشان مقطعاه كمان ضامنة ان هو هيستوي. قلبي بقى على كل جنب، يعني تقلبي بعد ما القطعة تحس ان هي اخدت لون اقلبيها، وترجعي تديها تقليبة تاني، يعني بحيث ان هو يتقرمش كده وتحس انه استوى واخد لون حلو. وبعد كده تبتدي تخرجي، وبنكون مجهزين في الوقت ده، انا بكون مجهزة حبة تاني متعفرين دقيق وجاهزين، وبنزلهم دول ورا دول على طول، يعني اخرج دول واحط دول. انما لو سيبنا السمكية صاحية كده وسمكية كبيرة، يعني في انهي طاسة يعني هتكفيها؟ مثلا بقى تفتحيها وتعمليها سنجاري في الفرن، او يتشوي صاحي على زي ما هو سليمة، يعني كده تتشوي بالردة على صاجة. انما هي دي اسهل طريقة، يعني دي يعتبر سمك مقلي عادي خالص زي ما بتستقلي البلطي والكلام ده، بس دي عشان سمكية كبيرة كان لازم نقطعها قبل التحمير. لو عايزة بقى تعملي طاجن، هي نفس الخطوات، وتكوني بقى محضرة شوية صلصة بقى، تحمري بصلاية كبيرة وتنزلي عليها بعصير الطماطم، و وبصلاية كبيرة تحمريها، وانزلي في الآخر بفصين توم برضو يتحمروا مع البصلاية، وتنزلي بعصير الطماطم، وتحطي بقى التوابل بتاعتك وتخليهم ياخدوا غلوة. وبعد كده تحضري الطاجن بتاعك وتحطي السمك وتحطي عصير الطماطم عليه، وتدخلي الفرن. زي ما انتم شايفين بقى شكل السمك مش محتاج كلام اهو، وطعمه كان جميل جدا، والقلب بتاعه من جوه اللحم بتاعه ابيض وجميل بصراحة. السمك البوري طعمه حلو، وهو سمكية نظيفة. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا، فيديو بسيط وسهل ومفهوش اي حاجة. يا رب يعجبكم وتعملوا لايك للفيديو، نشوفكم على خير، باي.